السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوات بواحد الطريقه اللي هي جديده، كيجيو مقرمشين والطريقه ديالهم سهله بزاف وغينفعوكم بزاف في شهر رمضان ان شاء الله. وفي طنجره فوق النار كناخذوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ونضيف واحد بصله مفرومه مقطعه مكعبات صغارين، ومن بعد نضيفوا واحد الفاس ديال الثوم، ونضيفوا صدر الدجاج اللي ممكن نضيفوا الكميه حسب الرغبه، ونضيفوا الملحه والسكينجبير اللي هو الزنجبيل والكركم اللي هو الخرقوم والفلفل الاسود او الابزار. نحركوا هاد المكونات كلها مع بعض ونضيفوا الماء الكافي باش يطيب لنا الدجاج ديالنا، ونغطيو عليه ونخليوه يطيب على النار تكون متوسطه. بعد ما كيطيب الدجاج كنحيدوه وكنخليو الطنجره ديالنا فوق النار تكون مرتفعه حتى كيمشي داك الماء كامل. من بعد عاد كنحيدوها من فوق النار ونوجدوا البيشاميل. فنحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ونخليوها حتى كتذوب مزيان بهذا الشكل هذا، ومن بعد نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق وكنبقاو نحركو حتى كيرجعوا هيدا على هذا الشكل هذا الدقيق بحال اللي كيتكور بهذه الطريقه هذه. بعد كنضيفوا واحد الكاس ديال الحليب وكنبقاو نحركو على نار تكون متوسطه حتى كيرجع القوام بحال هيدا ثقيل واحد شويه. بعد غنضيفوا قبصه ديال الملحه، قبصه ديال الفلفل الاسود، صافي نحركوا المكونات وكنحيدوهم فوق النار. هنا كناخذوا هذاك الدجاج بعد ما فرتناه مزيان بهذا الشكل هذا غنضيفوه على ديك الدغميره وغنضيفوا هذاك البيشاميل اللي طيبنا بهذه الطريقه هذه وكنحركوا المكونات كلها مع بعض. ومن بعد غناخذوا ورقه ديال الفيلو اولا ممكن نستعملوا الورقه ديال البسطيله. بالنسبه لي انا استعملت هذه ديال ميركادونا، بالنسبه للبنات الاسبانيه اللي باغيين يعرفوا اين نوع اللي استعملت فكناخذوها. وهنايا غنحاولوا نقطعوها بهذه الطريقه هذه على شكل طولي ونحاول نقطعوهم يكونوا قد بعضهم. وهنايا من بعد كنبقاو نجمعوهم ونحطوهم هيدا فوق بعضهم. كيف كتعرفوا الورقه ديال الفيلو دغيا كتنشف فكنحيدوا وحده اولا جوج اللي غنستعملوا وكنغطيوهم بلاستيك غذائي مزيان مزيان، ما خصهمش يضرب فيهم الهواء نهائيا باش ما تقطعناش الورقه. صافي غنخلي اخرين جانبا. وهنايا غنبدا نشكل مباشره. فكناخذ الورقه ديال الفيلو، هنايا انا كناخذ جوج وكندهنوهم مزيان بزيت النباتيه من جوج ديال الجهات. ومن بعد غناخذوا الحشوه ديالنا وكنعملوا واحد الكميه ديال الحشوه بهذه الطريقه هذه وكنبداو نلفوا البريوه ديالنا بهذه الطريقه هذه. وهنايا ملي كيبقى لنا شي خوا كنزيدوا الحشوه باش كتجينا البريوه ديالنا معوطه، كتجي على شكل مثلث اللي هو معوض وكتكون الحشوه في جميع الجوانب. هنايا كيف كتشوفوا كنلوي في الورقه الاولى وغنديها نلويها مره ثانيه هنايا في الورقه الثانيه. فهاد الطريقه هذه ملي كنعملوا الورقه ديال الفيلو اللي هي بالزايد او الورقه ديال البسطيله تكون زايده في البريوه كتجي مقرمشه. وهنايا ملي تكونوا كتلفوا البريوه ديالكم حاولوا تخليوها هيدا مرخوفه شويه حيت باقي غتنفخ مع الطياب. صافي هنايا بعد ما كنلفها كامله هذاك الشيء اللي كيبقى في الاخر فكنحيدوه بالمقص هيدا بكل سهوله باش كتجينا هيدا معوطه. وغناخدو الشابلوغ اللي هو الخبز المجفف المطحون، فهنا كنسموه بشويه ديال البودره ديال الثوم وبودره ديال البصل، فممكن تنسموه باي حاجه بغيتو. صافي هنايا كنغوزو البريوه ديالنا هيدا في الدقيق وكنغوزوها في البيض بهذه الطريقه هذه وكنغوزوه في هذاك الشابلوغ المنسم. وهنا صافي من بعد ما كنكمل الكميه كامله اللي عندي كناخذ واحد شويه ديال الزيت نخليها فوق النار حتى كتسخن مزيان وكناخذوا البريوه ديالنا وكنزلوها وكنطيبوهم على النار تكون مرتفعه. صافي من بعد ما كطيب وكتحمر كيف كتشوفوا ما تخليوهاش تحمر بزاف راه دغيا كيطيبوا. صافي كنحيدوها ونخليوها جانبا. فبالنسبه لهاد البريوات هادو ممكن تحتفظوا بهم في المجمد، عملوا جميع المراحل غير ما طيبوهم شي وصافي، عملوهم في شي بلاستيكه اولا في شي علبه وخليوهم في المجمد، وملي تبغيو طيبوهم كتجبدوهم مباشره وعملوهم في الزيت تكون سخونه وطيبوهم بنفس الطريقه. وهذه هي البريوه ديالي. هنايا غنفتح معكم واحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من داخل، جاو رائعين وحتى ممكن تعملوها في الفرن الا بغيتو. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك باش دائما يوصلكم جديد، ومع السلامه.